واش عارف أن السلطان العثماني سليمان القانوني علق الراس ديال السلطان المغربي وسط مدينة إسطنبول؟ اجي معايا تسمع الحكايه وتعرف ان العثمانيين ما عمرهم قدروا انهم يحكموا المغرب. في 1557 السلطان المغربي محمد الشيخ كان واقف وجه الدوله العثمانيه ورافض ان المغرب يكون تابع لهم بحال مصر وليبيا وتونس والجزائر، وخاض معاهم حروب كثيره وهزمهم اكثر من مره. السلطان سليمان القانوني هذه المره قرر ما يواجهش بالسيف، ولكن عمل خطه خبيثه، دس عملاء وجواسيس وسط الدوله المغربيه على صفه تجار. هاد العملاء هادو ظهروا للحاكم انهم منشقين على الدولة العثمانية، حتى اغتنموا الفرصة واغتالوه وقطعوا له راسه وهربوا به إلى إسطنبول وعلقوا له راسه تما. هذا الاغتيال شعل شرارة الغضب والانتقام وسط المغاربة. عبد الله الغالب ابن السلطان محمد الشيخ أقسم أنه يرد الصاع صاعين، لكن العثمانيين ما توقفوش هنا، قرروا أنهم يغزوا الدولة المغربية حجة أن المغرب رجع دولة ضعيفة بلا سلطان. لكن اللي ما عارفينش أن المغرب كينتظرهم بجحافل من الجنود. التقى الجمعان في منطقة نواحي تونات، الجيش العثماني بقيادة حاكم الجزائر حسن خير الدين باشا والجيش المغربي بقيادة عبد الله الغالب. أخذت الحرب أوزارها في واحدة من أشهر المعارك اللي كانت كتسمى معركة وادي اللبن. هزم العثمانيون هزيمة ساحقة بعد ما كانوا كيظنوا أن هذه المعركة هي البوابة لضم المغرب إلى الدولة العثمانية. بعد هذه المعركة هذه اقتنع العثمانيون أن المغرب ما غاديش تنفع مع الحرب، فلجؤوا لطرق أخرى منها رشوة الحكام السعديين اللي كانوا كيميلوا للدولة العثمانية. لكن مع وصول السلطان الأكبر المنصور الذهبي إلى الحكم انتهى الحلم العثماني لضم المغرب إلى الدولة العثمانية. معركة وادي اللبن كتكون هي السبب الرئيسي لجعل المغرب ذا سيادة حرة يحكم نفسه بنفسه.